يا محلى الحرية. أنا اسمي رحماني، أنا اسمي عبد الرحمن فرود، وبيقولوا لي رحماني بحماة. أول مرة كتبت أنشودة أنا، وكنت خايف جدا إنه الأنشودة ما تنجح. أنا أحيانا أحس قلبي راح يوقف وقت وقف على المنصة، أقسم بالله. لأنه أنا مرة انمسكت على حاجز، انمسكت. الله أكبر، الشهيد إبراهيم قاشوش ينفي خبر استشهاده. يا أخي شو دخل إبراهيم قاشوش؟ إنه أمي شعرت بالأمان على ابنها القبر أكثر بكتير من إنه يأخذوا النظام. هذا البلد يصير فيه هيك. من أول ساعة طلعنا فيها بحماة صار الهدف واضح، إما استشهاد أو نصر، والله العظيم. والحمد لله أقول يعني تكللت يعني بالنصر يعني تمام. بس هي يعني مرقنا بمراحل صعبة يعني تمام. الشعور إنه يكون عندك وطن ما ولا مرة شعرنا. ويا عيني ويا روحي والسوري شايف حاله، يا عيني ويا روحي والسوري شايف حاله. في ناس مثلا بتقلي على الصوت خصوصا، يعني انت اليوم مثلا لا بطلع حفلة قدامي 200 شخص او احيانا بث مباشر او منين بدك تجيبي هي الطاقة انت اللي كانت تجيكي من 500,000 متظاهر مثلا او 100,000 او 200,000 جايين كله تعبان وبس بده يعبر. فأنت وقت عم تصرخي بوجعك السوري، فيعني روحك بتطلع وانت وقت عم تقولي مثلا يلا مثلا انه يسقط النظام، فبتحسي انه لازم يسقط وقت له الكلام، فتحاولي تطلعي كل شيء فيكي. اصعب المواقف بتعرفي شو هي او اطرف المواقف؟ انه انا دائما كنت لحن انشودة بس وقت اجي اولى الجمهور يصنع لحن تاني وانا امشي مع الجمهور. يعني يكون براسي انا جاي انه بدي هيك الرتم بس الجمهور او المتظاهرين على الحماس اللي يعطوك اياه يصيروا هن يصنعوا لك اللحن، وانا اجي اتماشى معهم عن جد. والله قصة خصوصا يلا ارحل يا بشار بتضحك بالله. كنت عم اتفرج على فيلم اسمه اسعاف 55، في طلعت غناية هيك بهذا الرتم. اهو قالك يا بنت وريح بالك يا بنت، بكرة يديك اللي فاتك والذهب يملى دراعاتك ويعوض كل اللي فاتك. اهو قالك يا بنت. كتبت هيك انا ببالي، قلت يلا ارحل يا بشار يا بشار ومالك منا، خود ماهر وارحل عنا وهي شرعيتك سقطت عنا ويلا ارحل يا بشار. قلت تمام. بس وقت نزلت طلعت اقوى من اللي براسي ب100 مرة. بس احنا هيك حافظينه. انت هيك حافظتي بهذا الهدوء، بس انت ما ورجيك اياها وقت قلتها اول مرة وقت قلتها يا بشار مالك منا، خود ماهر وارحل عنا وهي شرعيتك ساطت عنا يلا ارحل يا بشار. يلا ارحل يا بشار يا بشار ومالك منا، خود ماهر وارحل عنا وشرعيتك ساطت عنا ويلا ارحل يا بشار. يلا ارحل يا بشار ويلا ارحل يا بشار. فالناس وقت تردي يلا ارحل يا بشار، لا شعوريا الادرينالين عندك بيرتفع. كان دائما ينبح صوتنا على هي يعني تمام. خلص هون خلص يعني جن يعني. فاليوم انا كنت يعني كنت بهذا الموضوع شاطر شوي، اللي هو اعرف ايمت مع انه انا ما عندي تجربة غنائية ولا تجربة موسيقية ولا تجربة كتابية فيما قبل، كله صنيعة الثورة كله يعني. فكنت حاول دائما مثلا اعطي بيت او بيتين على اللي صاير، بس مرة دائما بدك. انا اول شخص اهان بيت الاسد ترى باناشيدي، كان مطالبة حرية يسقط النظام. انا فت على العيلة فورا، هي ما كنا نحلم فيها ابدا على فكرة. لا انا فورا ضربت بالعيلة، من الاب للابن للروح يعني ما خليت حدا عن جد، ولا ابنه لا ابن خاله لا ابن عمته، يعني صرت حدد بالاسماء يعني تمام. يعني من مخلوف شاليش واخوه ماهر ساكن فترة حرامي شاليش وماهر ورامي واخواتي وعمامي. يلا ارحل
بس الشعب هو نحن شعب سباب يعني إذا مثلا أي واحد إنه بده يعبر عن اللي جواته فورا يعني أوتوماتيك مو طلعت مسبة. فوقتي فحس إنه مثلا إنه لازم دائما مرق لي مسبة يعني لازم. هلا مرة مثلا شو قلت مرة كتبت غناية زجل تمام. فكان في شيخ اسمه الشيخ العرعور إذا سمعني فيه عدنان العرعور وفي شيخ اسمه أحمد حسون كان مفتي النظام. عدنان العرعور يعني شخص وقف مع الثورة. فمرة كتبت إنه يا عرعور لا يا حسون قول الحق العرعور شقك ولا لا. الناس كتير حبتها بس وقت نزلت جاني بعض الناس إنه يا أخي ما بيصير. لا والله ما بيصير هيك أبدا ما بيصير إنه عيب أنت واقف على منبر وأنا أقول له إيه والله معك حق يا كل ما أطلع رد أقول كل ما أطلع رد عيدة رد. مثلا كلمة طز هي كلمة طز هي بتجن هي لما بنوصل لهون بالغنية الناس بتجن. أيوة مع إنه هلا طز هي أنا الأمانة قبل ما أنا لقيتها إنه هي كلمة عربية فصحى طلعت هي فعلا إنه بالفصحى تستخدم يعني تأكدت منها وهيك تأكدت 100% تأكدت أنا قبل ما لأنه أنا عندي تجربة مسرحية. فالمسرحية كان باللغة العربية الفصحى كنا صف 11 أنا. فبالمسرحية المخرج خلاني أقول كلمة طز لكم براسي إنه هي الكلمة عربية. قال لي يوميته بعض الأشخاص قالوا لا ما بيصير يعني إنه عيب وما بيصير. قلت له خلاص ماشي ما راح أقولها. إنه قلت ما راح أقولها بس وقت قلتها الناس صارت يعني الناس كثير حبتها هي. أول مرة قلت طز فيك وطز يلي قسما بالله حسيت إن المتظاهرين راح يطيروا. أيوة حطيروا إيه لأنه عزالي قلت لك يعني مثل إنه عم تقولي اللي بقلبهم بأقوى طريقة. أوكي هلا نحن عندنا كتير مسبات يعني بس ما خرجت تستخدم ما تقل كعيار أنت. لا متقل يعني بالمجالس الخاصة بالشارع يعني بالكذا متقل بس يعني رسالة بدك توديها أنت بدك تساويها. بس فشت القلب هي هلا فشت طز فيك طز باللي بيحييك. مزبوط يعني مزبوط طز يا بشار وطز فيك وطز يلي بيحييك والله قرفنا نطلع فيك ويلا ارحل يا بشار. ويا بشار طز فيك وطز يلي بيحييك والله قرفنا نطلع فيك ويلا ارحل يا بشار ويلا ارحل يا بشار. في عبد الباسط الله يرحمه عبد الباسط شجي عبد الباسط حزين كتير حزين كتير حتى أنا طبعا لأنه استشهد بس ما بتحمل اسمعه يعني عبد الباسط ما مستحيل تسمعيه إلا ما تغصي مستحيل. حابة تقاتلي تعال عندي كمان في فرق يعني في نوع من الفرحة مو بس حماس لا نشيدك في نوع من الفرح مثلا أنا بعد مثلا مرة حكيتها لا يا أخي إنه عبد الباسط أنا إنسان كتير بحبه والله كتير والله معلق صورته عندي بيضة. انت تعرفت عليه قعدت لا والله للأسف ما صار لقاء أبدا لأنه الفترة اللي طلعت منها من سوريا هو يمكن وقتها إجا على إدلب هو 2013 هو إجا 2014 ما بعرف. عبد الباسط بتحسيه يعني مثل العراقي قريب هيك على إنه شجي كتير. أنا كان نوع آخر أنا بس نوع كانت الناس بحاجته يعني قصدي مقصدي شلون يعني أنا بتاع مظاهرات أنا بتاع شارع. أنا لذلك مثلا هلأ سجلت غنايتين باستديو أو بس التنتين حسيتهم أفشل من بعض ما لأنه حس ما يعني مثلا أوكي يعني إنه أعطيت كل شيء فيني بس تاري اللي كان يعطيني هو المتظاهرين. حتى الخوف أنا منازل ماني بحفلة طبعا أنا نازل خيفان الأدرينالين لا خيفان لأنه محتمل ما أرجع طبعا إما اعتقال أو اختطاف أو قتل طبعا. فاليوم أنا كنت الغنية كأن الأخيرة يعني تماما هذا الشيء اللي كان يخلينا عن جد تبتعدي عن موضوع النجومية. طبعا نجومية شو ممكن واحد يموت بأي لحظة أنا تمام يعني إنه بالله عليه خذ لي كم فيديو إيش وأنا معتقل أو أنا مثلا. فاليوم كان يعني بعض الأشخاص عن جد إنه بيسألني إنه وينك
طب وينك يا أخي؟ ويني؟ إنه يعني الآخر سنين يعني 10 سنين لا قصدي من البداية إنه ليش ما بينت وجهك ليش؟ يعني؟ أنا كنت مبين وجهي. أنا الناس حماة كلها بتعرفني. إيه بس أنا كمان ما كان بدي وجهي ينقلف كتير لدرجة إنه عن جد طبعاً. لأنه أنا مرة مسكت على حاجز وين؟ تتذكر أي حاجز؟ بحما عند كان أي دوار أبي الفداء أول شيء، بعدين بيجي دوار عين اللوزة. هون وقفنا حاجز أنا وشخص، في شخص قدامنا ماشي على أساس عم يكشف لنا الطريق، مش وقفوه له ونحن ما انتبهنا إنه موقفينه، ما لقينا حالنا إلا بنص الحاجز. هي صعبة كتير يعني، واحد ما بيرجع. جوز خالتي مسكوه على الحاجز وما رجع. هلا انت لو انا وجهي مألوف لدرجه انه كان اول ما شافني اخذ بس وقفوني. هويتك؟ قلت له ما معي والله. قال له رفيقي والله امه تعبانه وبدنا نروح نجيب لها دواء وطالعين. قال نزل. قلت شو نزل؟ ما زال. نزلني. قال له رفيقي انه روح جيب له هويته وتعالي. هون بقى اي شيء ممكن، هو ومراءه يعني. بجوز اذا بتقاتل مع مرته والله العظيم بيروح الواحد فيها يعني. اقسم بالله انه حسيت انه كانت النهايه عن جد. اكيد عن جد، لانه انت بتعرفي اي حدا يعني. اكيد طبعا اكيد. يا ابن الحلال قلت لك والله انا صعب وضعي وامي تعبانه وكذا. قال ولا والله اذا بتلحسها ما راح طالعك ليجي. معي جوال سامسونج يوميتها S1 يا S2 يعني. الله جوال ما في ولا نقطة شحن، مطفي من عند الله. اجت أنا مجرد يفتح جوالي خلاص، بس يفتحوا أنا نهايتي كانت أكيد. عن جد والله. فورا بيعرف مين أنا وشو قصتي وكذا. قلت له خلي الجوال عندك. لبين ما يروح جيبها وتي. قال لي بركي ما رجعت. قلت له والله على شو ما رجعت له جوالي. قالوا لي ترى من هون لساعة بس ما رجعت راح الجوال. قلت له خلاص طلع. راح شو؟ راح التليفون. اي مو مشكلة من هون لساعة. فاليوم أنا يعني بده ينقلف وجهي لدرجة إنه حتى النظام يعرفني يعني. أنا ما كان أبدا لصالحية أبدا يعني. طبعا إحنا عم نحكي عن نظام يعني جهاز مخابراتي، جهاز قمع رهيب ما صار مثله بالتاريخ. فإنه يعني يمكن الناس هلأ تكون شوي متأثرة بعالم الإنفلونسر وهيك والسوشيال ميديا، إنه أنت أكيد. لا عم نحكي عن الثورة بمعنى الكلمة، فيها موت، فيها ما حدا كان بده يفرجي وجهه يعني. ما هيك القصة أبدا. مفكرين الموضوع هو إنه برنامج نجوم. أبدا ما هيك القصة نهائيا يعني نهائيا أبدا ما له برنامج نجوم. يسقط هالنظام ويسقط حزب البعثية. ويا بشار ويا حقير وتضرب. وأنا بدي أسألك أنت هالسؤال. أنت لما بلشت الثورة أخذت دور كتير مهم يعني، كنت من أصوات الثورة يعني، ضل صوتك صوت الثورة. شو يلي أنت بحياتك، شو اللي وصل يعني لما الواحد تجي نقطة ومثلا أنت أجت النقطة هاي لازم شارك، أخذت موقف. أنت أخذت موقف كان فيه دم وكان فيه حياة وموت وكان كل شيء ممكن، وأنت أخذت الموقف اللي بيوصل لهالموقف هذا بالحياة. يمكن في كتير عوامل. شو اللي أنت خلاك بحياتك أنت تأسيسك ما تأسيس توصل أنت لهم؟ المشكلة ما إنه تأسيس، أنت مجرد ابن حما بس، هي كافية تخليك تقومي. معروفة نحن عنا بحما، نحن مدينة مضطهدة، نحن مدينة ما إلها أي حقوق، مدينة مهمشة، مدينة إلها تاريخ دموي مع هي العيلة طبعا. فأهل حما دائما كان يعني إنه يعني في كره لا شعوريا من الولادة، هذا بيكبر معاكي مستحيل. يعني أنت لاحظي هلا وقت فتحوا حما فجأة المدينة كلها صار بالشارع، ما حد بيحبه، لا هو ولا أبوه ولا عيلته. أنا أصلي حموي يعني طبعا. ومثل ما قلت لك ما كنت أحاول أقنعك بأي وسيلة إنك تجي لعنا على الحفلة، إنه يعني إحنا ميتنا كتير يعني. في واحد من أهلي شهيد حي لأنه قوسوه ضل بالأرض، بعدين زحف ضل عنده إعاقة، واحد اختفى يعني إلى آخره. أصلا عدد القتل تعود حما ما حدا بيعرفه. تمام. لا لليوم ما حد يعني. يمكن لازم هلأ نعمل إحصائية لكل عيال حما، نكتب كل واحد يقول حقيقة كم واحد مثله،
لنعرف نعد إحنا 40,000 ولا 80,000 ولا 100,000. والله أقسم بالله أنا بتمنى أعمل هالإحصائية لأنه هدول الناس ما يعني مو على الفاضي. لا تصديقا لكلامك إنه في شخص هلأ عم يحكيني قال لي ابن أخوي معتقل كان ومختفي وأبوه صله 10 سنين عم يقول ابني بلبنان خيفان من. طبعا أقسم بالله العظيم يعني هذا هلأ مش طبعا يعني متخيل طبعا إجباري. فبتمنى نعمل حتى هالإحصائية إن شاء الله إن شاء الله. بس هلا أهل حما يعني ما 5 أشخاص، مع ذلك اللي طلع ووقفوا هتف. إيه لا هلا لأنه الهتاف قصة لحال. فإنه ليش أنت شاركت لا بالمظاهرات هذا الشيء؟ لا أصلا كل حما طلعت. لا الهتاف غير المشاركة بداية. أنا سؤالي إن ليش أنت صرت الرحماني اللي كتب الأحياء وطلع وغناها؟ سؤالي كتير واضح. أوكي لا أنا شو اللي خلاك تكون قبل لأنه أنا لا قصة لأنه غير يلا أرحل يا بشار يعني شو اللي خلاك تكون هذا الشخص؟ هلا وقت شاركنا بالثورة. شو اللي خلاك تكون الشخص اللي شارك بجمعة إرحال؟ لا أنا قبل شايف واللي هتف هذا أنت. إيه صحيح. كان لسه وقتها حتى العلم الأحمر كنا لسه ما يعني أحمر وأخضر ورا بعض. تماما. في صوت واحد عم يغنوا معه هدول ما بعرف كم شخص. ما حدا ممكن يعرف. لا ما حدا فيه. هي البحة. كيف أنت وصلت لهون؟ إنه كيف أنت صرت هذا الشخص؟ شو اللي خلاك توصل لهون؟ تمام. أول مشكلة أول ما بلشنا يعني كنا نطلع مظاهرات متفرقة يعني حتى جمعة أطفال الحرية. وقت نزلنا بجمعة أطفال الحرية يوميتها يعني استشهد بحماة أكثر من 100 شخص بجمعة أطفال الحرية. كان الأمن مانعنا منعا باتا إنه نوصل لساحة العاصي. بس بعد جمعة أطفال الحرية وعدد الشهداء اللي صار للأمانة في محافظ حماة كان إنسان جدا محترم وطلب إنه يا أخي إنه طلب من الأمن والمخابرات إنه يتركوا أهل حماة علي أنا خليني استوعبها لأنه شعب عنده جرح ما التأم إلى الآن يعني. فيوم عم طلع الأمن والمخابرات برا حماة فقال لهم خلي المتظاهرين يتظاهروا كم يوم كذا ويرجعوا وخلاص كل واحد نفلفة. أيوة منلفة نعزم هذا بنجيب فلان خيو شو بدك يعني خليني أقول لك منفرقهم شوي لنوصل لمرحلة ما في متظاهر بالشارع ووافقوا ويا ريته ما وافقوا بالنسبة لهم. فوقت نزلنا صرنا بعد جمعة أطفال الحرية يوميا نطلع مسائيات بالأحياء يسقط النظام حرية بس فقط. فتكرار الشعارات يعني ولد حالة من الملل عند الناس يعني تمام والصوت المتفرق كمان. فاقترحت يعني انه ليش ما مساوينا هيك شغله يعني انه بحيث يكون شوي حماسيه غنايه جديده بحيث الناس مثلا تغير ونواكب اللي عم يصير. هالحكي بشهر 4؟ لا بشهر ايمت لو وصلتوا لهالمرحله؟ 6 يعني بعد فتره 3 أشهر قتل وضرب وكل نهار قنابل غازيه ويعني بالشهر السادس بجمعة العشائر هي بتذكر أول مرة كتبت أنشودة أنا اللي هي سوريا بدها حرية. وكنت خايف جدا إنه الأنشودة ما تنجح أو مثلا لأنه ليش الناس قلت هلا يا الله بيجوز أتلبك ما خلاص تمام نزلوا يا أخي خلاص يعني تمام. فإنه حطلنا شيء. كيف وصلت إنه أنت تطلع يعني كيف يعني حكيت مع يعني المنظمين أو الأصدقاء اللي خالي مثلا في أحمد فراس قلت لهم أنا خلاص في شيء بدي غنيه اليوم بدي أقول هيك. عم قال لي إنه قلت له راح خلي الجمهور يقول كلمة واحدة اللي هي حرية فقط بحيث يعني إنه ما ألزمهم بلازمة طويلة شوي فتلطاس. ف يعني قلت هيك يعني هيك الرتم كان هيك إنه بدنا نشيله لبشار بهمتنا القوية سوريا بدها حرية سوريا بس بدنا نشيله لبشار بهمتنا القوية سوريا بدها سوريا بدها وبلا ماهر وبلا بشار عصابة الهجومية سوريا
فالناس أول ما قلتها حسيت كتير زبطة ما لا أخ، والناس تفاعلت معها بشكل مخيف والله. بعدها استنى احكي لي شو أول مرة طلعت وغنيت كيف كانت؟ أول مرة هي لحظة كتير كبيرة. لأنه كبيرة، لأنه لدرجة لأنه إحنا عم نحكي على بلد الخوف. لا أنا لأنه كنا كل يوم عم نطلع، إحنا كاسرين حاجز الخوف مش الحال. صرنا 3 أشهر. بس أنت بين أنت عم تطلع مع الناس، بين عم تطلع أنت لحالك وتغني. أنا طلعت لحالي. نحن لأنه شو ساوينا، كان في سيارة ابن خالتي مثنى سوزوكي صغيرة، قلنا له خيو بدنا هالسيارة. قال أنا خيو ما انحل الثورة، ما عندي غيرها والله، ما عنده غيرها اليوم. قال أنا وهبت له الثورة. جبنا ركبنا سماعات، جبنا جهاز صوت. أخوي أحمد الله يرحمه الشهيد أحمد فرهود هو اللي استلم الهندسة الصوت من تحت. قالوا الله واحد تمام خلاص. الله واحد الله واحد. أيوة تمام، حرية يلعن روحك يا حاس، تمام خلاص قولوا الله يا رجال. لا خالي كان يعني خليني اقول لك هذا المنظر او المرشد تبع انه، لانه كان اكبرنا يعني انه لا مثلا ممنوع اي خطاب ديني، ممنوع اي خطاب طائفي، ممنوع اي خطاب اقصائي، ممنوع كذا. يعني مثلا كان يجي ناس على السياره، يجي ناس على السيارة مثلا إنه يقول له شو معك شو بدك، يقول له أعطيه إن شاء الله بدي أحكي كلمة، يقول له شو بدك تقول، ورجيني الورقة. أي شيء فيه طائفي عنصري، خطابات يعني عدوانية عن جد كانت ترتفض تماما، إنه لا ممنوع بالله. فيقول يا شباب أي حدا بده يطلع يحكي كلمة، صغير الكبير شيخ كذا، هات الورقة اطلع تمام. يعني السيارة قلنا يعني صارت ومنصتنا، فقلت يا أخي جرب هي سوزوكي يعني هي اللي كانت رمز النضال خليني نسميها. فأنت قلت خلاص بدي أحاول غني. العيلة يعني مين خالك عمك موجودين بالسيارة، فقلت خيو بجرب يعني حالي يعني ما إنه وما حد كهلا ليك هلا لا جمعة العشائر في كتير ناس تطلع ملتمين خوفا، لأنه ما في طبعا ما حد فينه يلوم الناس إنه ليش. فوقت قلت ماسك ورقة بإيدي، ماسك كاتب الأنشودة، لأنه الخميس كتبتها والجمعة طلعت. الجمعة طلعت. البعض بيقول يا أخي شلون كتبتها يا أخي يا أساسي، هي عندنا مسبات يعني. كنت هيك طريقة الكتابة كانت تمام، إنه مثلا سوريا بدها حرية، خلاص أنا بدي هلأ على وزن. كانت أختي والله جنبي أم مصطفى، إلا مثلا شوفي وزن كذا، شوفي كلمة حرية مثلا أسدية كذا، يعني تحاول رتب يعني الإغلاق أغلق قبل ما تكمل الجملة، قبل ما أكمل الجملة خلاص صار عندي القافية جاهزة. ففي كلمة كتير بستخدمها أنا مثلا، هي دائما هي نسميها هي يعني إنه هي الداعمة تبعيتي اللي هي لك. يعني مثلا بقول لك حاجة بأسر أو حاجة لك يا بس لك يا يعني تمام، يعني كأنه خطاب شخصي لشخص قدامي يعني. ايه بتحكي من قلبك لأنه ايه. والأحسن من هيك إنه كنت حتى أثناء الأنشودة أثناء أي أنشودة لا شعوريا أنا أحس إنه عم غير المقام تبع الأنشودة. مثلا بدنا نشيله لا بشار بهمتنا القوية سوريا، بلا ماهر وبلا بشار وهالعصابة الهمجية سوري لك، بلا ماهر وبلا بشار وهالعصابة. فلا شعوريا أنا حس عم غير تفوت بالحالة لأنه أيوة. وخصوصا مثلا عيد كتير أحيانا، وخصوصا بناء على تفاعل الناس معي. عيد وكرر فالأمور تمام. بعدها قال لي الكريم خود بهالأناشيد كل يومين تنزل خلاص يلا كل يوم. أنا مبارع عم بحصيهم طلعت مساوي 10 وحدات 10. أول وحدة سوريا بدها حرية، تاني وحدة سوريا الله حامية بشار الله حرامية سوريا الله لك ارحل عنا يا مجرم سوريا بحالة خلي يا سوريا الله درع وحما ورجالا لا حمص وحما ورجالا لا نروح لا درع بنروح لا درع بتفدي يا سوريا الله. وكمان الناس حبتها. أنا أكثر شغلة حبيتها إنه شغل على التلفزيون لاقي مظاهرات بمدن تانية
حاطين الاغاني اللي طبعا حبوا. طبعا هذا كان النصر العظيم بالنسبه لي، انه انا عم اتكلم بلسان السوريين. انا شاب عمره 23 سنه، الناس عم تستناني شو اقول مشان تكررها، واللي يقوله كنت واللي يقوله بناء على الاخبار والوقائع اللي عم تصير. شو في اخبار، شو اسم الجمعه، شو هي كله اتحشوا بحطوا بالغنايه عن جدوى. فانا البعض بيقول لي انه انا حقي واصلني من زمان. انا وين انا اخذ حقي من كثير وقت، انا من هداك الوقت اخذ حقي. فالبعض بيقول لا يا اخي هذا حق، انا حكيت بلسان السوريين كلها، انا هذا الحق الاكبر اللي وصلني، انه رب العالمين اصطفاني انه فعلا اكون بهذا المكان. فهذا اكبر شرف الله شرفني اياه بحياتي عن جد. انك صرت صوت، يعني صوت, أيوة صوت شعب كامل من المظلومين يعني. وبلدنا بلد الموسيقى هي، يعني في نوطات عمرها آلاف السنين موجودة، بلد الحضارة، بلد الموسيقى، بلد الفن. فاليوم حولنا خطاباتنا لأغاني، هذا كان وصار يردوا المقابل مثلا. فأنا اليوم إنه واصلة افتح لك وين من افتح لك، أنا امشي بحماه لك وين ما امشي لاقي الناس مشغلة، والله العظيم لاقي مشغلة صوتي. فهذا شرف عظيم هذا. أكيد تمام. اصطفاء مثل ما قلت. لا فعلا. والله أنا يعني محتمل كان أي شخص يكون مكاني، بس أنا بحمد الله ليل نهار على هذا الشرف اللي الله أعطاني عن جد والله. إنه أنا كنت لسان المظلومين، أنا حكيت باسم شعب كامل بوقت كان اللي يحكي كلمة ينقص لسانه. هاي أهم نقطة. أنا ما عم بالح طلعت، أنا طلعت بوقت أنا أحيانا أحس قلبي راح يوقف وقت وقف على المنصة، أقسم بالله. بس أقول يعني سبحان الله، نحن بنقول الحشر مع الناس جنة، يعني انه مصيري مصير هالناس كلها، شو بده يصير علي بده يصير، شو بده يصير عنا بصير علي. فهون حس بالامان. فيقول بعض شلون طلعت، طب ما خفت، طب وهدول الولد هذا بده يكون ارجل مني مثلا، او المراه بي بدها تكون يعني انه فيها نخوه ارجل مني. طبعا لا، انا ابو النخوه انا، والله قلت خلاص شو بده يصير. وكانت في ام كمان يعني موجوده دائما، والدتي الله هيك يمد بعمرها كانت من المحرضين. وين هلا امك؟ بتركيا، اسطنبول. والدتي كانت من الناس الداعمه جدا، ستي خالي يعني إيه؟ مثلا امك ما قالت لك لا ضبا بتنمسك؟ في كثير ناس اهلهم كثير خافوا عليهم، حتى في ناس تقاتلوا مع اهلهم. يعني بعرف عالم مش هيطلعوا مظاهرات قاتلوا مع اهلهم وما عاد يحكوا مع بعض، بس يعني اضطروا. كثير مؤمنه امي، كتير قد ما تخيل. يلا الله يحميكم ان شاء الله، الله يحميهم، الله لا يوفقه ان شاء الله، الله لا يوفقه ابن الكلب عمل. ستي امي خالاتي، انت اليوم عم تحكي يعني اليوم مثلا انا ما بعرف حدا ما طلع من اللي بعرفه قرايبيني كل، اقسم بالله ما في حدا ما طلع، ما في حدا ما شارك، ما في حدا خاف. نحن كان عندنا خوف. ترى انا في كلمه لامي، انا هي كلمه بتذكرها يعني متعبه جدا، اللي هي وقت استشهد أخي، فقالت الحمد لله أنه بعرف وينه على الأقل، خلص الله يرحمه الله يتقبله، بعرف وينه موجود تحت القبر، أأمن له من أنه يكون عندهم. تخيلي لأي درجة يعني تمام، أنه أمي شعرت بالأمان على ابنها بالقبر أكتر بكتير من أنه يأخذوا النظام. فهذا الشيء يعني كان أهل حماه بيعرفوا شو معنى أنه اليوم طبعا يكون عندك معتقل. انه قالت لي والله العظيم انه بتذكر لليوم، قالت لي شو بده يقعدوا يجننوا، قالت لي خلص منيح الله رحمه يعني تمام، انه بده يجننوني كل نهار على وينه وشو عملوا له وشو ساووا له ان شاء الله شوفوا. فتخيلي انه اهل حماه كان يفضلوا الموت على الاعتقال، يعني انه ايه مرتاح الله هيك يتقبلك ويرحمك فكان في دعم عائلي لاي خطوه نساويها. يعني ما في انه ليش هيك عم تساوي او ليش طلعت او ليش. تذكر اول مظاهره طلعتها؟ طبعا كانت ب25/3 من جامع المناخ. طلعنا كنا بجامع عمر بن الخطاب. وقت وصلنا على الجامع كنا متفقين قبل بيوم انه بدنا نطلع خلاص. كنا انا وفراس فرزات واحمد العبدي وخالي عبد الحميد بكاوي واحمد اخوي الله يرحمه واخوي محمد واخوي مهنا ورفقاتي شي 3 عبد الحميد مطار. يعني انه ما حد قال لا. يعني تخيلي انت قاعدين تطلعوا يوم نطلع فورا مع انه الحين ما كثير بنحكي بالسياسه، كنا ما حدا بيحكي بالسياسه، بس كره النظام موجود عندنا كلياتنا يعني.
فتنا على الجامع. يا اخي الوجوه غير الوجوه. مين هدول؟ كله مخابرات. نحن كلها ستر جلد. هي نحن كانت يعني مطبوع طبعا. نحن العنصر المخابرات عنصر الامن بيوزعون ستر جلد سوداء. كل الجامع لابس نفس السترة. شو القصة؟ طلعنا من جامع عمر بن الخطاب ما حد حكى شيء. الكل بس بس هلا انت بتبين الناس عم تستنى شيء. فشخص كله عم يطلع ببعض. مشينا هيك طلعنا من جامع ابن الخطاب هيك عم سمعنا أصوات جاي من مكان بعيد والناس عم ترقد بهداك باتجاه الصوت. طلعت المظاهرة طالعة من جامع المناخ، جامع قريب آخر. هلا الشيء المبشر هلا ليكي انه كانوا 10 أو 20 شخص كلياتهم. تمام، ما مشينا 20 متر. كيف هالعشرة قدروا يحكوا أول مرة؟ أرجل ناس بسوريا. كيف؟ هدول أرجل ناس، يعني أرجل ناس بحماة، لأنه سوريا كلها يعني هدول كان عن جد والله العشرة. بس لا ليكي للأمانة اللي ماشي معهم على أطراف الطريق 100,000 بني آدم. هدول ما عم يقربوا. اللي ماشي على الرصيف شيء مبشر إنه بده يشارك، بس لسه الخوف معنا. بعدها اجت المخابرات، اشتغل الضرب، اشتغل القتل، اخذوا اللي هرب اللي كذا. هذا كان كسر الحاجز هون. يعني هون انكسر الحاجز، ما عاد في حاجز خلاص. انكسر، ما تعزز يعني انكسر عن حاجز الخوف انكسر. شلون اذا بالعكس اجوا المخابرات واخذوا عالم؟ شلون هالشي كسر الحاجز وما عززوا؟ كسر الحاجز انه الناس صارت تقول حريه بنص حماه. والله الخوف ما سهل. يعني انا حتى متذكره اول مظاهره طلعتها بباريس. والله باريس وخايفه. متذكرة اللحظة اللي قررت، لأن إحنا ربينا على الخوف من الصفر. يعني إحنا رضعنا للخوف إنه أنت من هون بياخدوك. أصلاً إحنا بننزل على سوريا إنه أنت من هون بياخدوك، ما تأمن. إيه تماما. بتذكر هذا خلاص إنه خلاص ما عاد فيني خاف، حطيت العلم وخلاص. أنا وقت جيت على فرنسا سمعت قصة من مدام اسمها هون مقيمة بستراسبورغ. زوجها اجا على فرنسا بعام 2006. اجا كان هو موظف بالحزب، ما بعرف وين شو، ضابط ما بعرف، كان بمجلس البعث بحزب البعث او ضابط. اوكي. فاجا على فرنسا كان استقال او خلص، يعني انه انتهى خدمته. فقاعد بمجلس عم يحكي قدام اشخاص انه على الاخطاء اللي عم تصير بالنظام. تخيلي انه هل تعلمي انه خطفوه من سفارة باريس، لقى حاله بالشام. تخيلي اجى يجدد جوازه. ما بستغرب. تمام ما بستغرب. انا ما كفيني نقرب على هاي السفاره. بنعرف انه هن انا خطأ. اي شيء ممكن يصير. اسمع انا في مثلا قريت روايه القوقعه لمصطفى خليفه. انا فكرتها انه يعني مبالغه، غير واقعيه او مبالغه. انا عم طلع نفس القصه تماما صايره مع جوزها هي المخلوقه اللي اسمها جوزها. اخذوه ضل 10 سنين بالمعتقل بسبب بعض الكلمات اللي تفوه بيها هون قدام مجموعة من الأصدقاء. فالخوف اليوم، الخوف أوكي. هلا أنا عم أقول لك، يعني أنا ما أقول لك إنه والله كنت حاسس بالأمان. بس مجرد تشعري فيها لأول مرة مستحيل تتخلي عنها خلاص. مجرد شعرتي إنه أنت إنسانة حرة لمرة، هذا الشعور لا يستبدل أبدا. هلا ليك ما في تاريخيا انه شعب كان حر وصار مضطهد، كله العكس. ما في شعب كان احرار وصاروا عبيد، دائما العبيد هي اللي بتتحرر. فانت مجرد دقنا هي طعمة انه انت تكوني انسانة حرة، فهذا الشعور كافي كان انه يخلينا نستمر للموت. عن جد اليوم من اول ساعة طلعنا فيها بحماه صار الهدف واضح، اما استشهاد او نصر. والله العظيم والحمد لله اقول يعني تكللت يعني بالنصر يعني تمام. بس هي يعني مرقنا بمراحل صعبة يعني تمام. احنا يعني هذيك الفترة كانت انا تخيلي طلعنا من هون هي اليوم اللي عم لك عليه. المساء بدقوا عنا على البيت امن الدولة. تخيلي انه عرفوا كل شيء، مين مشي ومين هذا ومين طلع ومين. ايامها كأنه كان جايتهم تعليمات انه هدوء شوي، لا تزعجوا المواطنين ترى، لانه الوضع ترى خطير. تمام. بعد اللي صار بتونس ومصر قالوا لا، بيقولوا لا لأمي انه وينه عبد الرحمن، انه يا ريت يتفضل عنا بكره الساعة 4. عم انا انقطع قلبي هون. تقولي شو بده.
فكان عندي صديق والله اسمه عمار خرفان كمان الله يرحمه، كمان أخذ مع أنه كان يعني عنده علاقات يعني انه بيعرف منه العالم، بس غدروه هن دول نفسهم يعني ما لهم امان هن. لا طبعا يعني شفنا شلون هرب، حتى اخوه ما قال له، قال اخبار الاخبار بشار وقت هرب قال ما قال لماهر حتى هرب قال لي خلص انا بروح معك. قال لي بعرف في ضابط هنيك بامن الدوله. قلت له ان شاء الله يا عمار انه لا يعملوا يساووا لا كذا. قال لي خلص. قال لي والله انا هي بعد اول مظاهره، بعد اول الساعه ما تنفسنا. عم رحت والله، رحت انا وعمار، كان اسمه المقدم سليمان بامن الدوله. قعدت كيفك يا ابني، شو اسمك، شو بتدرس ما بتدرس، ضيفك فنجان قهوه والله كل شيء. اي والله لا والله ضيقوا يا اخ. قلت مين هذا؟ حتى في عنصر واقف على الباب مبين هذا بحياته ما حاكي، مبين بس بيضرب يعني تمام. فحسيته طول الوقت قاعد طول قاعد هيك متوتر انه شو عم يعني فاعطاني 20 ورقه قال اقرا. قلت له شو؟ قال اقرا يا ابني هيك مجلد كامل. فبلشت اقلب على بندر ابن سلطان والمؤامره الامريكيه الصهيونيه البروباغندا اللي كان يروج لها. هلا انا كان بدي اخذ دور الساذج كمان يعني، ما فيني اخذ دور انه الذكي اللي انه لا ما اكيد. فسالني الحقيقه حتى اي سالني قال لي شو بدكم يعني، شو انتم يا ابني، شو المطالبكم يعني تمام. قلت له والله ما بعرف. قلت له انا شفت الناس طالعه انه بدهم هي تبع الطوارئ بهذا الطريقه، مع انه انا طالب جامعه انا يعني يعني ماني، بس هو الغبي يعني اللي ما. قلت له هي تبع الطوارئ. بتعرف شو هي الطوارئ؟ قلت له والله ما بعرف. شو هي الطوارئ؟ اكتشفت عندك يعني تمثيل، ما انت اصلا ممثل مسرح بصف ال11. رجعت كل مهارات التمثيل. لا انا عامل هيك. قلت له والله يا سيدي ما بعرف. انا قالوا هي الطوارئ انه هي ما كويسه. قلت له شو انا شو ما عرفني. قال لي هن عم يستغلوا الناس اللي مثلك هدول المخربين والى اخره، وانا قاعد مثل يعني انه عامل فيها الاجدب اللي فعلا مغفل. كيف طلعت عندك هالمهارات المسرحيه؟ انت لا شعور يعني، انت مجرد تناقشي بجدية أو بعقلانية. هن ما متعودين هن بهذا، هن متعودين يضربوا بس، هن يعتقلوا، ما مستوعدين يسمعوا. فما بدي أنا سمعوا شيء، أنا بدي إياه يسمع اللي بده إياه هو. فأنا عم بقرأ، أقسم بالله أنا عم بقرأ عقلي مو بالورقة بس. شو هالحكي سيدي هلا هيك عن جد مين هاد؟ وضليت أتفاعل معه باللي كاتبين لحتى اللي يطلع. فهو نغمت له خلاص لقاك فاضي. أيوة ولا شيء فاضي خلاص. إنسان ساذج ما هذا مغفل ما عرفان من الله ذاته. قلت له قال لي يا ابني بتحاول تقول للي حواليك لرفقاتك انه تحاول تنقل هي الصورة اللي نقلناها هلا سوا بإيد وما. لا والله خلاص ما في طلعت من هون. قلت له يا شباب الوضع تمام، ترى ما عم يضربوا ولا عملوا لي شيء ولا شيء. اليوم أنا نطلع مظاهرة اليوم ما خليت حدا ما حكيت له شو صار معي. انه مشان شو تحس الناس بالامان انه يلا. كنتوا تطلعوا من التمين؟ لا من التمين ولا شيء. من التمين مين من التمين؟ انا من اول ساعه ما تلتمت. انا ما بعرف ليش ما تلتمت يعني لانه كانت احداث سريعه يعني. هلا حماه كان وضع غير بقيه المدن. هلا الامانه بحمص كان وضع امني بحت، لانه بسبب الأحياء اللي فيها كتير شبيحة عندهم بحمص أكتر من حماه. حماه أنظف من حمص بهي الموضوع. حمص فيها مناطق كتير يعني فيها مناطق مثلا من الطائفة العلوية، في مناطق يعني شلون مقسمة ما بتعرفي. وكان يستخدم شباب العلوية لقمع المظاهرات يعني تمام. يعني في كتير منه. بحماه ما في هذا الشيء. حتى قسم كبير منهم مات يعني ضحية لهذا النظام المجرم يعني. لكن ما في بيت بسوريا ما في قصة والله، بغض النظر مؤيد معارض علوي سني مسيحي بالله ما في بيت إلا في قصة. يعني استنزفوا هالعصابة، استنزفت البلد. المؤيدين اليوم انت هلا لسه عن المؤيدين عم تسمعي منهم حكي بس الخوف كان قاتلهم قتل، والرضوخ للظالم كان أكبر من نحن بحماه كان شوي الوضع يعني مثلا بيلتقالوا مخبر، بيلتقالوا واحد يعني مؤيد، أما تلاقي أحياء كاملة ما في هذا الشيء عندنا. مدينة مربعة على كره خلاص يعني. اللي شارك معارض واللي ما شارك خيفان ما مؤيد. هي أهم نقطة يعني. اللي ما شارك ما مخبر. اللي ما شارك خوفا لا خيوم شان الله أنا دقنا اللي ما حد داقه. يعني في ناس كتير يا أخي والله أنتم ما بتعرفوا شو ساوى فينا بالثمانينات، والله عوفونا حالنا، والله عملوا والله ساووا،
والله يعني في شخص من بيت الفرداوي الله يذكره بالخير قال لي والله لا ياخذ كل هالشباب، والله لا يقتلون واحد فعلا يعني اللي شافوه بالثمانينات يعني تمام. فاليوم يعني بعد ما كسرنا هذا الحاجز وطلعنا قلت لك بجمعة العشائر طلعت وقلت أول إنشودة وبعدين صرت أقول كل يومين إنشودة. إيه الناس صارت يعني تتفاعل يعني معي بشكل كتير منيح. جمعة أرحال يعني كتبت بعد جمعة أرحل يعني كانت هي أرحل يعني تمام يعني كانت إنه خلاص يعني فكتبت انشودة إنه يلا أرحل يا باشا، بس ما قلتها يوم الجمعة، قلتها قبل ب3 أيام مشان تمشي مشان شوي فيوم الجمعة بتضرب هذيك الضربة يعني تمام. فوقت قلتها أول مرة يا ويلان الناس كتير حبتها كتير مو شوي، يمكن قلتها أنا يمكن 27/6 تمام يوم الاثنين 27/6/2011 يا بشار صارت يعني الناس تتداول بشكل مخيف. الناس مسكتها خلاص يا إلهي. خلاص ما عدا إلك يعني هي. حتى في أنا أول مرة قلتها مثلا ما أنا منتشرة تاني مرة قلتها لأنه في جمل ما موجودة بي تاني مرة، في جمل قلتها أول مرة ما قلتها تاني مرة. هون انتشرت انتشار رهيب يعني أنا فوت على الفيسبوك مثلا على أقول لا يعني وين من جيت لاقيها تمام. كان فيها كلمات قوية، كان فيها صخب قوي، كان فيها رسائل كتير قوية مثلا. انه هي انا مثلا اهم شيء ركزت عليه انه موضوع انه هي العائلة او هذا النظام هو عميل وهو ما بيشبهنا، هو جاي عبء علينا تمام. قلت يا بشار ومالك منا اخي انه لا انتم منا ولا نحن منكم خي، بتاخذ اخوك وحلو عن سمانه اثنيناتكم يعني هيك الرساله يا بشار يا مندس كمان ما حد كان منتبه. رجعت له اياها بوجهه. لا يا كان يقول لنا نحن المندسين بس وروح صلي حرف الاث هذا ترى ما حد منتبه عليها، هي رائعه ترى ما حد منتبه بشار بالله. في ناس كتير تقول لي اقسم بالله لو ما انت قايل لي هي انه انت لو ما حاكي انا بحياتي ما انتبهت انه بشار بيلغد بالاث. ويا بشار ويا مندس وتضرب انت وحزب البعث وروح صلح حرف الاث يا بشار. وندرت على العيلة تبعه كمان من شاليش وماهر وبقية العصابة يعني تمام. وقتارنا نحن قلت له يا بشار وحاجة تدور ودمك بحما مهدور من زمان، هذا رأس النظام، هذا رأس هرم الدولة عم ينهام بهي الطريقة يعني رأس النظام عم ينهام بهي الطريقة فخلاص ساقط. وقلت يوم الجمعة حتى قام 29/6 يمكن من كتر ما شفت الغناية انتشرت حسيت بخوف مو طبيعي أكيد عن جد والله. فأحدى الأغاني وأنا عم أقول يلا أرحل يا بشار، قلت لهم حاسس حالي مو مطول وعا أمن الدولة محول وعليكم أنا معول ويلا أرحل يا بشار. يلا أرحل يا بشار وحاسس إني مطول وعا أمن الدولة محول يوم الجمعة اجاني شخص اسمه ابو عمر الفرة قال لي معش تعطيني المايك، قلت له ليش؟ قال لي بدي فيه كم شغلة كاتب، قال لي انت اللي الجملة اللي من يومين قلتها ترى كتير اثرت فيي يلا. قلت له ها، قال لي لعيونك يا رحماني واحد من بعد التاني بنفديكم يا اخواني ويلا ارحل يا بشار رحماني رح تبقى هون ولو يتجمع كل الكون واحد منا وزن وطون. لعيونك يا رحماني والواحد من بعد الثاني بنفديكم يا اخواني ويلا ارحل يا بشار رحماني رح تبقى هون ولو يتجمع كل الكون الواحد منا وزن وطون يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يلا ارحل. فهون انه يعني شخص ما بعرفه وقت قلت انا انه حاس حالي ما مطول يعني تطوع لا شعوريا انه لا باذن الله مصيرنا واحد، يعني انه شو بده يصير على اي واحد من حماه هو بده يصير علينا كلياتنا عن جد يعني. هذا التضامن اللي عاشته سوريا يعني هو اللي ما عاشته حما اول مره تمام. يعني انه كل هالناس اتقتلت ضل السر قديش شيء صعب انه ينسكب كل هالدم
وما حدا بينصرك وما حدا بيوقف معك وبدك تسكت وبدك تعتذر. قديش يعني كان شيء كتير صعب، كان شيء كتير صعب. نحن نبرينا على هذا الشيء، يعني حتى الناس انه لا حمان انه يعني بدها تلففها، بدها تقول انه ما بيستجروه. ايه بالعكس، يعني انه لازم يعني. الكل انه يزيد اتهامات ويزيد حتى لانه خايف على حاله. طبعا احنا ما بنلوم حدا، انا حالي ما بلوم حدا طبعا، انا لا احد، بس على الاقل انا ما بلوم حدا، لانه هو حبوا يعملوها عبره، يعني بغض النظر عن اسبابهم والى اخره والاسباب التاريخيه. قتلوا ناس يعني مثلي ومثلك، يعني قتلوهم بعشرات الالاف، فعملوها عبره وخرسوا الناس تماما. بس انه يجي شخص يرد عليك ويقول لك هالكلام، لا وحتى كفاها تصديقا لكلامي بالله هيك قال لك علمتونا نحسد بعض وساوية الرشاوي فرض ونحن أخوة على هالأرض يلعن عرضك يا بشا. وأضافها كمان الله محيي أهل الريف لا دقيقة قال شغلة يعني احذري شو يعني حكى كلمات اسمه أبو عمر الله هيك يذكره بالخير. علمتونا نحسد بعض وساوية الرشاوي فرض علينا ما أغلى العرض يلعن عرضك يا بشار يلعن عرضك يا بشار يلعن عرضك يا بشار يلعن عرضك يا بشار. الله محيي أهل الريف واحد منا ما بنعيف نقسم مع بعض الرغيف راس الفتنة يا بشار. ما رجعت شفته، ما بتعرف. لا التقيت فيه طبعا. لا شلون شفته بعدين؟ طبعا التقيت فيه، كان كتير يحبني كتير والله. ما بتعرف هلا هو وين؟ بس لا انا اخر شيء هلا قالوا لي هو كان بالشمال بعد ما انقطعت اخباره وصار تركيا. ابو عمر شو ابو اسمه؟ عمر الفرة. يا ابو عمر ابو عمر يعني اذا عم تسمعنا يا ريت هيك تبعت لنا رساله وننسق لقاء. احيانا بالتعليقات بيكتب لي بيقول لي ولعيونك يا رحماني واحد من بعد الثاني يعني. فهي كانت يعني مثل بلسم لي انه انا ماني وحيد هون، او انه مصيري. لا عن جد قال لي يعني انه انتو خيو شو بده يصير علينا طمن، خليك عم تلعن ابو اللي نفض بيت الاسد مجد للولد. قلت له خلص عندي الموضوع. اعطاك هي أيوة دفعه يعني خلص يا اخي اذا هيك الموضوع خلص يا اخي خلص اعطاك يعني اعطاك شيء يعني الله يجزيه الخير. بعد جمعة ارحال ب3/7 كنا طلعت يوم السبت والاحد والاثنين، وجد شخص مقتول بنهر العاصي اسمه ما حد بيعرف مين هو، بس وقت وصلوا بعض. كان اخوي موجود وكان صديق لي اسمه قتيبة النعسان موجود، اخوي احمد الله يرحمه قتيبة، وكان في كتير ناس ملتمين. شو في ما في عليكم هلا لقوا هذا مشلوف هوني جسته. مين قاتله ما مين قاتله؟ قالوا على الاغلب الامن قاتلينه. بهديك الفترة مبارح والله للأمانة في شخص أرسل لي يعني طلع صديقه لهذا الشخص اللي اسمه إبراهيم، قال لي بهديك الفترة إنه الأمن حاول يبث إشاعات كتير بحماه ويصير في خلايا، صار في كتير خلايا بحماه يخطفوا كذا كلاتها الأمن يعني ما. فصار يحاول يطالع إشاعات يعني من هون شغلتهم على كل أي شغلة نعرفهم يعني هو عاش على التفرقة. هو هذا ما متفرغين هن لهالشغلة تماما. شو اسمه هذا الشهيد؟ قالوا إبراهيم قاشوش. بعدها ما بعرف يعني مين حاول يستغل هذا الموضوع، مين اللي طريقة الذبح يعني كانت شوي وحشية للأمانة، إنه من العنق للعنق. فما بعرف مين يعني قال إنه يمكن هذا الشخص كان منشد، كان يغني، كان يكتب. بعد الموضوع صار انتشر بسرعة مخيفة. قتل المنشد في حماه. مين هو المنشد؟ اسمه إبراهيم قاشوش. هذا اللي غنى كان يغني بساحة العاصي، هذا اللي غنى يلا لأنه غنى يلا أرحل يا بشار ذبحوه تاني. والقصة تراجيدية بهداك الوقت. بوم يا إلهي، صرت يعني تجيني هالتليفونات، ألو مرحبا كيفك رحماني انت منيح؟ ايه منيح. شو في؟ ما بعرف عم يقولوا متت. ألو تجيني هالاتصالات كله نو انت. انا استغربت يعني. فجأة لقيت فتحت على الأخبار العامة ولا حاطين إنه قتل المنشد في حماه اسمه إبراهيم قاشوش. مثلا قبله
قبل وفاته ما في شيء اسمه انه قاشوش، لانه البعض يعني بيخربط بالفتره الزمنيه، انه بيقول لك يا اخي طب ليش كانوا يقولوا لك القاشوش؟ يا اخي ما حد كان يقول لي القاشوش. انا اسمي رحماني، انا اسمي عبد الرحمن فرود وبيقولوا لي رحماني بحماه. ف بعد قتله لهذا الانسان صار انه المنشد هو ابراهيم قاشوش قتل في حماه. حاولت يعني انه نتواصل، يعني كان نحن التواصل عندنا كثير ضعيف، نحن مع اي جهات خارجيه او قنوات او الى اخره، ما عندنا اي تواصل اعلاميا معنا، مع انه مثلا بهذاك الوقت كان عندنا انه رصيد منيح من المقاطع ومن من المظاهرات، بس ما عندنا اي قنوات. يعني ما احسن تكذب الخبر، يعني مع انه مثلا البعض بيقول انه الثوار طالعوا مشان يحموا رحماني. إيه ما انا النظام بيعرفني من اول دقيقه، بيعرفني من اول دقيقه طالبني، من اول مظاهره انطلبت وصار وعائلتي كلها انطلبت بسببي كمان. اخواتي كيف ما مسكوكم؟ ما قلت لك بهذا الوقت ما موجود الامن بحما، وبنفس الوقت نحن ما ننام يعني بمكان واحد او ضلوا تتحركوا كل يوم، لانه انا خفت كمان من التصفيه. يعني انا بهذاك الوقت كثير خفت من انه يعني لانه انت عم تمسي شرف الدوله وراس الدوله. فاليوم انا صرت احس بالخوف والناس صارت تنحشد اكثر بسبب الهتافات والاناشيد مثلا. يعني حماه صارت رمز وصارت منصه لسوريا كلها، شو يطلع من حماه بيتداولوه بكل سوريا. الخطه اللي كان بده يتبع المحافظ حماه حرام انه حمايه انه يفرطوا المظاهرات بعدها صارت تتسع اكثر واكثر. صارت الولد الام الاخت الاب الجد كله ينزل. هي اللي شفناها هلا، يعني يمكن مليون بني ادم. ما انت بعرف. مشكله البعض بيقول لك انه لا حسبها حسابيا، انه الطول بالعرض على 2 على 5 وعلى كل متر مربع بيقعد 3 4. المشكله بتعرف شو يصير لسه؟ يصير في مناوبات، عالم تروح عالم تيجي، عالم ضل طول اليوم للعصر مثلا، من اذان الجمعه، من صلاه الجمعه للعصر، وتروح الناس تريح، واحد يروح يشرب له شاي ويرجع المظاهره. ويعني كان الامور توب يعني بالنسبه لاهل حماه. فشل محافظ حماه بانه يضبط المظاهرات ابدا، ما نجح بهذا الشيء. وصار كلنا صار نساوي يعني اكتيفيتي كتير، يعني كل يوم يعني نساوي نشاطات جديدة، نطالع ولد، نطالع مرة، نطالع شيخ، نطالع منشد، نطالع مغني، نطالع رابر. صار في اغاني راب بحماه، صار في يعني كانت توب بالنسبة لنا. حتى يعني هذا انت قصدك عم تقلي انك كملت بعد هذا خبر الموت تبع ايه؟ لا انا هذا الشاب ابراهيم قاشوش الله يرحمه. ايه يعني بعد ما انقتل انا بنفس اليوم نزلت، فالناس شافتني انه الله يحميك الحمد لله على السلامه ومن هالمواضيع هي تمام. وسويت بعدها انشودة يا محلى الحريه، بتعرفيها اكيد تمام. يا محلى الحريه سوريا نادت فيها، ورب السما محيي يا حموي ردوا عليا. يا محلى الحريه، يا محلى الحريه، ويا محلى الحريه سوريا نادت فيها، ورب السما محيي يا حمي ردوا عليا. وسويت انشودة تانية تبع انه اخذت تقمصت دور بشار، قلت لهم مشان الله خلوني، هن يقولوا لي ارحل والله اخر مره بس اسمعوني كذاب. الناس تدي كذا هي المحافظ شلته ارحل، والمازوت بكره شوفوا بس اسمعوني كذاب. وسويت غناية الزجل هي مثلا، انه انا وصديق لي اسمه عباس العيزي، انه قال بده يعمل اصلاح وتعا نصبر بركي منرتاح، يا عمي هذا سفاح وحوله عصابة همجية. ايه يعني انا استمريت بعدها ورديت طلعت غناية كمان يا عيني ويا روحي والسوري شايف حاله كمان. هي يعني انه هي ب27/7 يمكن يعني بعد وفاته للمذكور لانه البعض بيقول لي طب وين اختفيت بعد ما وقت مات ما عدنا سمعنا شيء. يا اخي اذا انت ما بتعرفني، إذا اليوم لليوم نفسهم هدول أناشيد اللي غنيتهم بعد وفاته بتلاقي في ناس بتاخدها بتكتب إنه رحمة الله عليه إبراهيم قاشوش، لأنه يعني فاتت الأمور ببعضها. يعني مو بس هيك، القصة كتير حلوة. إنه يعني في ناس مثلا ما أنا مستعدة تتقبل إنه أنت عايش،
يا اخي لا تنزعلي، هي القصه الحلوه، شخص عم يغني للحريه انذبح. اكيد ما في حدا بيقول لك هيك لوجهك يعني. لا عن جد، لا والله بالله سمعتها انه لا تنزعلي هالقصه هيك. اقسم بالله العظيم بما معناه. مره بنت قالت لي انه لا بليز، انا طلعت مشانه لهذا الشاب، فانت مشاعري مو للمتاجره. المشكله قلت لك يعني في ناس بتقول انه الثوار هن حموه، ما هو هيك القصه، مو هيك ابدا. هلا اهل حماه الامانه، يعني اهل حماه يعني الشعب المتظاهرين، اقسم بالله وقت اطلع لاقي شيء 1000 كاميرا عم تصورني، ولا يوم حدا نزل شيء. كله يقول الله يحميه خيو، لا ما بدي انا اروح انه نزل شيء، الله يحميه. والله العظيم ما اسمع غير هي الكلمه بيلا. يعني عن جد انه اجتمعت مدينه على حمايتي. انا هلا برجيكي بعض المقاطع، تشوفي كم كاميرا، الله فوق ال 10,000 كاميرا عم تصورني. واتحداك تلاقي واحد منزل مقطع على اليوتيوب او على الفيسبوك او كذا. هلا من جديد بلشت هيك مقاطع تطلع وكذا. طب انت يعني اكيد مشاعرك كتير معقده تجاه هي الوفاه يعني. لا شو هداك الوقت؟ لا ابدا. شو كانت مشاعرك وقتها؟ الخوف زاد، لانه في قصه طالعوها مثل كما يدعي البعض انه الثوار، فالنظام وقع على عاتقه ينفي هي القصه ويثبت كذب الثوار. مثلا هلا في مقطع مثلا ده شخص اعتقل الله يرحمه كمان اسمه فادي زريق، طالعوه على القناه السوريه وسالوا على القاشوش، قال له مين هذا؟ قال له وحكى له القصه تماما شو صار، يعني حكى له الترتيب الزمني، يعني هي على قناه نظام بال2000. فادي زريق عمري 26 سنة، تواجدت بأحداث حماه من البداية. هلا قاشوش هو إنسان عادي، لا ما له علاقة بموضوع الهتافات أو الأغاني اللي كانت تطلع بالساحات. فهذا الشخص وجد مقتول بجانب نهر العاصي بحماه. فالموضوع انه يكون مثلا مثل ما يصوروا البعض انه الثوار طالعوا، لا والله يعني انا لانه انا يعني لو منطقيه شوي كنت انا عن جد اختفيت بعدها. لو منطقيه شوي انا ما كنت مطلوب، انا كنت ضليت بحماه مثلا. لو منطقيه شوي يعني انه بيقول لك مثلا انه هربوه الثوار، وين بده هربوني؟ الله وكيلك ما حد هربني، يعني انا كنت عايش لحالي والله، يعني عايش عن جد وحيد. يعني هيك مجموعة أصدقاء هي اللي عم نتحرك عائليا، مو إنه مثلا يعني مثل ما بيصور البعض إنه يعني بس إنه الشعب بيحب القصص اللي فيها أكشن، فيها حزن، فيها لا كمان طلعت الإشاعة وخلص ما عاد يعني طلعت فلتت يعني. أنا يعني المضحك في شخص إجاني اسمه عبد الله الداود قال لي لا لازم ننفيه هلا اليوم، بدي صورك مقطع. هي ايمتى؟ لا أكيد لا. ب11/7 أكيد لا عم شو قلت له أنا؟ قلت له أوكي. قال لي هلا بصورك مقطع ما ببين وجهك، قال لي بتحط طاقية هيك وبس بنقول انه ليكون زلمه عايش. قلت له تمام اوكي. والله اجا قلت له رمي المقطع على شبكه اسمها اوغاريت. قلت له تمام. صورني المقطع وبعته لشبكه اوغاريت. هذا منشد الثوره السوريه في حماه وصاحب الاغاني ومغنيها. شو العنوان اللي نزلوه؟ الله اكبر، الشهيد ابراهيم قاشوش ينفي خبر استشهاده. قلت يا اخي شو دخل ابراهيم قاشوش؟ قلت له شو دخل يعني انت قلت لي عالصتني بزياده، يعني بدل ما عن جد تعدل القصه رحت رديت اكدتها تمام. لانه هلا الناس بيقول لك يعني حتى هلا بيتداولوا خبري بيقول لك قاشوش عايش. اي صح، يعني هي الكلمه هي تمام. يعني امس واحد قال لي والله اذا بتنط على السما ما راح لك غير قاشوش. قال لي ما بنعرفك غير هي. تمام. تيجي بتقول القاشوش عايش؟ قلت له لا. طب مين انت؟ انا المنشد. طب ليش بيقولوا لك قاشوش؟ انا معي القاشوش. طب مين قاشوش؟ انه مثلا امس بمظاهره قال معانا قاشوش حماه. يا اخي انا ماني قاشوش يا اخي. المشكله خلص تشوه الاسم يعني. طب هذا كمان لعائلته مسكين هذا الشاب كمان. ايه تماما يعني انا كنت ضحيه والشاب وعائلته كانوا ضحيه. في جيل جديد طلع، في جيل جديد طالع حتى من عائلته للشاب، من عائلته يعني من هي العائله يعني حتى صار يبعثوا لي انه من عائلته انه كبراين مع القصه انه عندهم شهيد وكان ينشد وكذا. فانا تعرضت للهجوم من بعض يعني مو الكل الامانه يعني في يعني يحسوا انه عم تتاخذ منهم القصه. ايوه انه مين انت؟ منين طلعت لنا هلا؟ تمام. يعني القصه انه مثلا حدا يقول انه انا استفدت من هي القصه بشيء ولا شيء. يعني
استفدت اعلاميا؟ لا. حمايه؟ لا. ما استفدت شيء ولا شيء انا، استفدت ولا شيء. اي شيء انا. تمام. في جيل جديد طلع هلا 14 سنه عم نحكي، ففكر انه الموضوع بهي السهوله. كان رب العالمين هو آذن انه عن جد انه الناس عن جد تتحرر، لانه اول وضع كتير صعب. اول حاجز والله يتكاتفوا عليه 10,000 صور وما يحسنوا يحرروه. فجأة رب العالمين بيومين 3 لقينا سوريا كلها وقعت. غريب. ايه عن جد. فالموضوع مفكرين انه هن، وحتى هلا اللي عم يطلعوا على المظاهرات وعم ينشدوا، فمفكرين انه الناس انه هيك الوضع كان. فامس شفت منصة بحماة وكلمة فلان وكلمة الرفيق فلان وكلمة، الموضوع ما كان هيك. نحن الوضع كان نحن ياما تاركين السيارة وهربانين، فجأة تطلع إشاعة إجا الأمن، يكون أنا عم غني أترك الميكروفون الناس ترقد كلياتها. بالله ياما تاركين السيارة. كإفادة أنا ما استفدت شيء يعني، لا إعلاميا لا أمنيا لا ولا أي شيء ولا أي شيء. أنا مجرد بس إنه يعني إنه كقصة كتاريخ، يعني إنه حسيته إنه عم يروح لحد غيري يعني. أنا هذا تاريخي، ويعني الله الحمد لله شرفني إنه شارك بهي الثورة المباركة. بعد طلعت قلت له خي ما عاد بدي لا انفي ولا انفي، كل نهار بقى يعني تلوصني بزياده. قلت له انا اعطيتك مقطع اساس صورني انه تنفي انه خبر استشهادي. قلت لي خبر الشهيد ابراهيم اي شو دخل الشهيد ابراهيم خاشوش الله يرحمه يا اخي، بس انا ماني اسمي ابراهيم خاشوش. هن هذا ما بعرف سوء تفاهم يعني. لك ايه تمام. والمشكله قلت لك الوضع اول ممتلئ وكان كثير صعب يعني الكوميونيكيشن كثير كانت صعبه. مزبوط يعني. تمام يعني سهولة الوصول للمعلومة كتير صعب، خاصة ب 2011 بعدين مع السنين اللي مضت صار في يعني وكالات أنباء وهيك. أمس وقت إجاني تحرير حما والله كنت عم اشتغل قاعد بالورشة عم دهن حتى كان استدهان كلها، فكتير كنت فرحان. فصورت مقطع على صفحتي، تخيل يعني على صفحتي الشخصية، فبلاقي بالليل على الجزيرة. تخيلي يعني ما ضل قناة ما أخذته. زينوا حما وهي حمالينا وبأرضك يا حماس نصلينا. موت الأول نموت بس بدنا نوصل مقطع. لا انترنت، لا وسائل تواصل متخلفة، لا كاميرات. ما أورجيكي هلا المظاهرات كانت تصور 2011 والله العظيم كاميرات بتموت. وهذا أدى لاستغلال القصة أكثر، إنه ما واضح اللي عم يغني فخلاص. هلا بس في مقاطع واضحة يعني، في مقاطع هلا يعني أغلبية السوريين ما هيك تفكيرهم. اللي بده ينفي بأي وسيلة رح ينفي شو ما فرجيته يعني، ما رح يمشي حالي يعني. في ناس مثلا إنه ليش طلعت هلا يعني ما غادرت الأطلاق يعني. أنا موجود صفحتي لك من 2011 مثلا، عندي لقاء مع نيويورك تايمز بحما ب11/7 يعني بعد وفاته بأسبوع، وطالع صورتي وحاكي الزلمة يعني صحفي اسمه أنطوني شديد موجود المقال لليوم. قلت خيو بدي اطلع، لا قلت له انا خيو لا بدي شيء. انا قلت لك انا بدي شيء يعني صار يجيني اشخاص انه لا نعمل لك تعال نساوي خيو. قلت له لا بدي اعمل لا بدي اسوي. انا خلاص انا ما بدي شيء، انا عن جد ما بدي شيء. يا ما يعني اليوم قلت لك انا صار يزيد الضغط علي اكثر، انطلب اكثر. انا هداك ينشهر وانا انطلب، يا هداك ينشهر وانا انطلب. والمشكله احذري كيف يعني، مثل اللي عم يضحك على حاله انه النظام عرفان مين انا واهله عرفانين مين هو وانا عرفان مين، يعني كلياتنا عرفانين. نحن الدائره اللي معنيه بالموضوع كلياتنا عرفانين القصه يعني. لا كما يروج البعض انه نظام انه فكر هداك البعض بيقول انه كمان يعني بيحاولوا دائما يعني مو قصه ما كامله، قصه ناقصه. فما لازم تضل ناقصه، لازم دائما نضيف نحن من عندنا شيء. مثلا ما في صور للشاب، ما في أي صور، ما في ولا فيديو له. فراح جابوا خطي صورة واحد اسمه أحمد الشريقي منشد بالأردن، جابوه صار يروجوه إنه هذا الشهيد إبراهيم. ما لقيت إلا هذا الشاب عم بعت لي إنه والله هو صديق عندي. قال يا زلمة مين أخذ صورتي؟ اللي يحاول يروج للقصة مثلا هلا بالوقت الجديد هلا كمان هلا لجلب المشاهدات يختار دائما مقطع ما مبين حدا عم يغني بس الصوت إلك ممتاز. بتفاجأ مثلا أنا على التيك توك مثلا يا أخي أي حدا عم ينزل عن الموضوع عم يجيب له مليون مشاهد، عم يجيب له 500,000 وجيد، بس بيقول أين أنت يا قاشوش يا ليتك معنا وخالص. فهي قصة كتير يعني جد كتير عاطفية وكتير بتشد كتير مؤثرين يعني بتتأثر الناس بهي القصص يعني.
خصوصا كمان بعد وفاة عبد الباسط، فانه لا ولو خليهم هيك يجوز يعني خليهم اثنين انه الشهيدين انه شهداء الحريه. يعني حتى المصمم ما بده يعني انزع له التصميم اللي عامله مشان انه حاطك يا اخي. طلعت بعدها طلعت عن برا، يعني بعد ما هيك اشتدت القبضه الامنيه بحماه طلعت برا حماه انا، وبعدين رجعت ورديت طلعت يعني صرت اطلع مظاهرات بحماه يعني بالاحياء يعني تمام الضيق يعني تمام. طلعت بالشهر السادس 2012 من حماه طلعت. بعد ضليت يعني سنة كاملة. طلعت 3 أشهر. الأحداث. طلعت 3 أشهر وقت فات الجيش على حماه بعد ما استشهد اخي احمد الله يرحمه. وبعدين رجعت على حماه. طلعت هربنا يوميتها على لبنان، من لبنان رجعت رديت على حماه. كان يعني اوكي حاولنا نساوي شيء يعني، بس كان صوت الرصاص ايامها اقوى بكتير من صوت الانشاد وصوت يعني البعض بيقول لك انه طب وين انت، طب يا اخي انا يعني وين صوتي قدام صوت اللي ابنه عم يغرق بالبحر ولا عم يتهدم بيته ولا اللي ابنه معتقل وانا بيني يعني انه حتى فقدت الشغف بهذا الموضوع يعني تمام. انه يعني صار يعني مثل آلاف السوريين، ووصلنا مرحلة من اليأس يعني انه يعني انه مستحيل نخلص. يعني انا بالله حتى بحدى يعني وصلت قناعات انه لا يا اخي والله لازم يصير في مصالحة وطنية، لانه هالناس اللي عم تغرق وهالناس اللي تشردت وهالناس يعني وصلت لمرحلة من اليأس انه يا اخي ليش ما بيطالع عفو عن جد حقيقي عن هالناس وخلي هالناس ترجع على اللي دائته الناس برا يعني عن جد والله يعني مو لانه انا صايبني شيء، انا ما صايبني شيء، بس اليوم وقت بشوفي مثلا السوريين عم ينهاروا ما صايبك شيء استشهد اخوك قصدي يعني بهذا الوقت قليلة. لا قصدي انه بهذا الوقت يعني انه وقت عم نشوف مثلا انه السوريين بتركيا قديش عم ينزلوا الأردن. بلبنان لا بالاردن حرام مو كتير يعني تمام، يعني بلبنان وبسوريا بتركيا اكثر بكتير. شوف سوريين شلون عم يغرقوا البحر، يعني سوريين الداخل كانوا حتى بمناطق النظام لسه عم يعانوا اكثر بكتير لسه من اللي برا. والله بالبرا على الاقل في نعمه امان، كانت اللي جوا لا امان لا كهرباء لا مي لا، يعني كان وضع كتير متعب جدا بالنسبه فالبعض بيتساءل انه وينك يا اخي، طب يعني شو وين صوتي قدام هي الاصوات الاهات اللي عم تطلع يعني تمام ولا شيء. بعدين يعني مثلي كان انا زلمه يعني كمان رجل غير عسكري، انا كان صوت رصاص اقوى بكتير. يعني ضليت بسوريا فتره، ضليت بادلب مثلا لل 2013 نهايه 2013 تعرضت للاعتقال مرتين تخيلي بادلب يعني تمام. انه هلا بعد ما تعرضت لاعتقال من داعش يعني كانت مثل الشعره التي قصمت ظهر البعير، يعني بعدها عن جد يعني وصلت لمرحله من اليأس، يعني انه انت حتى بمناطق اللي فيها المعارضه مالك امنه، وانا انسان يعني انه قلت لك ماني عسكري يعني تمام. حاولنا نساوي شيء، حاولنا نضل يعني قدر الامكان نقدم، ما في شيء ساوي يعني تمام، غير انه يعني حتى الثوار نفسهم يعني مرقت مثلا سنوات ما في معارك لا في اي شيء يعني لا، يعني كان صوت عن جد الاصوات الالام السوريين يعني قصف والطيران الروسي، الطيران والغرق والتشريد والاصوات اقوى بكثير من اي صوت عن جد. يعني حتى بتذكر مثلا عبد الباسط الله يرحمه طالع بمظاهره بادلب يمكن ما فيها 20 شخص ما فيها يعني تمام والله يعني تمام. هي بالواحد هلا اليوم الناس مثلا انه عم تحيي هلا بعض الشغلات اللي صارت اول الثوره، بس ما حد بيعرف ان خصوصا اللي فاتوا جديد على الثوره او كبروا اثناء الثوره ما بيعرفوا انه المراحل اللي مرت فيها الثوره، المراحل اللي كانوا صغار واللي يعني اليوم مثلا يعني في اجيال طلعت هلا 14 سنه عجال، يعني اللي كان عمره سنه صار 14 يعني تمام. هذا شاب ما نعرف عن شيء، هو ما فكرين انه التحرير صار هو انه هي 5 ايام. يعني في احد الممثلين طلع قال انا تشكرته للقائد احمد الشرع انه ثوره ما فيها دم، انه هو مفكر انه الثوره هي انه وقت فاتوا على الشام يعني تمام. ثوره ما فيها دم، مليون شهيد ايه تقريبا مليون شهيد ومختفي مليون شهيد، دم كتير، مشردين، تاريخ، تشويه، حتى تشويه مجتمع، تشويه مجتمع، حتى تشويه شخصياتنا تشوهت والله. يعني السوريين عانوا ما عانوا عن جد والله، الحمد لله انه الله ختم بنصر
وإن شاء الله بنتمنى دائما الأفضل لهي البلد، لأنه ما بنستاهل هذا الشيء اللي صار فينا عن جد. مأساة. يعني مأساة على مستوى يعني بلد كامل. نحن شعب فتي، نحن شعب منتج، نحن شعب قادر إنه نصنع البلد ونقوم فيها من أول لجديد. فاللي مرقوا فيه السوريين بيقالمك ليش؟ إنه بسبب واحد أو عائلة، فهيك مافيا هيك هذا البلد يصير فيه هيك. يعني أصغر واحد بالبلد كان أفضل منه كرئيس، يعني هذا اللي بيقالمك يعني. تمام. إنه اليوم مثلا مجرد تشوفي المقاطع اللي طلعت مثلا من سجن صيدنايا، أهل حماه بيعرفوا كتير شو معنى السجون طبعا. فاليوم في بعض الناس اللي ما بيقولك لا يا أخي شو عم تحكي. قال في شخص قال إنه أنت يا أخي حكي العقل بما يعقل يا أخي، طفل صغير يا أخي شو يسوي بالسجن؟ قال إنه هي الفبركة، إنه ما له خبر إنه هو بعقله أو بالفطرة عن جد هو إنسان يعني سوي. يعني عم يحكي هو إنه طفل شو عم يسوي بالسجن عمره 3 سنين، ما له خبر إنه هذا الطفل ولد بالسجن. يعني ما له خبر إنه هي المرأة تعرضت للاغتصاب وجابت وحملت وجابت وهي بالسجن. يعني ما في إنسان بيستوعب هذا الشيء عن جد إلا السوريين أو إلا اللي عانوا. لأنه لليوم من الأسف يعني تمام في من أبناء سوريا نفسهم إنه ما حتى ما بيقلك في أوفرا أو في مثلا يا ريت يكون مثلا لو كنا عم نبالغ، يا ريت لو كانت مبالغة، يا ريت لو كنا كذابين، يا ريت مكبس مثلا شو عم يساوي بسجن صيدنايا؟ انه العاقل اللي الفطره بيقول لك هذا المكبس شو شغلته؟ شو هو معمل حديد يعني او مكان مثلا لصناعه قوالب مثلا؟ انه هذا المكبس فاليوم عن جد يعني الحمد لله انه رب العالمين يعني انه خلصنا عن جد، لأنه عانينا بما فيه الكفاية عن جد. عانينا كتير فعلا، ولو أنه كشخص ولد برا يعني معاناتي لا تقارن نهائيا. أكيد بس نحن معاناة أجيال يعني مهم يعني كلياتنا عندنا قصص مع هي ما في اليوم ما في بيت سوري ما في. طب هلا انت من الثوار يعني الاوائل اللي هن انتم من الاشخاص هدول طبعا الالاف، فبعرف الوقود خير انتم الناس اللي خلقتوا هي الثوره، انتوا ساويتوها واقع. كانت حلم، كانت مو حتى حلم، كانت شيء مستحيل. انا بتذكر كنت بسيونس بو يعني كنت طالبه بماستر وقتها، وبلشنا هيك نقاشات. كنت أنا يعني كنت مع هي الجمعية الطلاب العرب إلى آخره، وأنا قلت مستحيل تقوم ثورة بسوريا، مستحيل لأنه الشيء وفعلا مستحيل، بمعنى أنه فعلا انقمعنا هو عن جد شيء مثل ما عم تقول يعني صعب تصديقه. بس انتوا ساويتوا هالشيء اللي كان مستحيل، كنا ما نسترجي نحلم فيه ولا بدنا نحلم فيه، لأنه بنعرف شو رح يكون ثمنه، وساويتوه واقع. فهلا لما بتشوف لأنه انتصرت الثورة، بمعنى أنه نلنا سقوط بشار، يلا ارحل يا بشار، صارت حقيقة. قبل ما أسألك شو كانت مشاعرك لما شفت فتح حما، هلا شو برأيك باقي لسه طريق؟ يعني شو هلا الأولويات؟ شو نحن لسه عنا شغل كشعب بده حرية؟ هلا نحن المعضلة الكبرى هي الحمد لله انه راحت، لانه وصلنا بمرحلة بالمجتمع تفكك. يعني هلا المرحلة الأولى عن جد، هلا أنا مثلا تشوف بعض الأصوات اللي بتطالب إنه محاسبة أي شخص محاسب. هلا أوكي اللي ولغت إيديه بالدم لازم يتحاسب. يعني في فئة كبيرة من المجتمع اليوم يعني كانت صامتة. تمام. مثلا في مؤيدين خوفا، في كتير مؤيدين بيقول لك يا أخي والله بنقطع قلبي منه، أنا كنت حاطط صورته والله خوفا. والله في شخص يعني في أشخاص حتى هون، في شخص بفرنسا بعرفه لك يحط أغاني لبشار بالسيارة باللاوعي عنده إن المخابرات عم تطلع عليه، أقسم بالله يعني. تمام. غسلوا لنا دماغنا يعني. لا الخوف اللي موصل له يعني. تخيل هو بفرنسا حاط غناية لبشار إنه يريدون رحيلك، يعني إنه هذا الإنسان يعني هو إنسان نظيف يعني ما بس الخوف اللي موصل له إنه النظام أو بشار عم يراقبني. والله العظيم هيك لهالدرجة.
اليوم انا برايي يعني هو لئم جراح سوريين ومصالحه بالمجتمع بس على الاقل، يعني اذا مره واحده يكون يعني نكون اخوه عن جد، انه يكون همنا الوطن اولا وثانيا وثالثا ورابعا، يعني يكون فعلا نفضل مصلحه الوطن عن اي مصلحه تانية. بتمنى يعني من الاداره الجديده كمان يعني انه تعطي فرصه اكثر للشباب يعني لأهل الكفاءات وين عم يشتغلوا، يعني ما فيني يعني أنا بس يعني أنا عندي يعني إنه لازم أي سوري يقدم أي شيء يعني شعور إنه يكون عندك وطن ما ولا مرة شعرنا عن جد. يعني اليوم حتى منتخب ما كنا نشجع، تخيلي لأي درجة. اليوم بتقولي أنا سوري وبتعبيه لتمك يعني عن جد. اليوم مثلا وقت تحطي على بلدك، تحطي تاكلي هم بلدك، تشوفي مقطع مثلا مقطع بتقولي انه لا لازم يصير هيك، لازم انه صرتي تاكلي هم، حتى اذا اي شيء صار بالبلد سيء صرتي تاكلي هم. يعني بيتك كان محتل وصار إليك هلا، يعني هاي لذلك يعني لازم كلياتنا كسوريين اليوم عن جد اي انسان فينه يقدم اي شيء يعني معلومة، مبلغ، مساهمة اجتماعية، اي شيء. اليوم البيت لازم يعمر بأهله، مو الغريب اللي بده يعمر. وانا ما بعرف ليش باللاوعي عندي يقين انه سنوات قليلة وسوريا راح توقف عن جد. ما بعرف، شعب فتي عن جد، والله عن جد من لا شيء بيساوي شيء عن جد والله العظيم، يعني مو طبيعيين. يعني مثلا هلا قديش في جاليات انت هلا على علمك مثلا بألمانيا، بتركيا، بمصر، في كثير جاليات عربية. ما يعني السوريين دائما يعني تلاقي فورا ساووا مجتمع، ساووا شغل، ساووا معامل، ساووا بالشمال. هلا لو تشوف السوزوكي عملتوا ثورة. ايه سوزوكي والله فورا ركبنا سماعات، عملنا ساوينا. انه يعني اليوم مثلا انا انتي فلان يعني ما مثلا يعني اليوم ما استنى انه بعض، لانه في كتير متصيدين يعني تمام، يعني ما نستنى مثلا انه الدولة هي اللي تساوي وهي اللي تعمل. انا اي شيء فيني ساويه اقدمه. ما صور مقطع انه اقول انه ليك شو صار. يعني وقت شوف خطأ عن جد حاول صلحه. اخطاء بده يصير هلا بالفترة الاولى، اخطاء من الاداره جديده، من العناصر الجديده، اكيد بده يصير كتير، بده يصير بعض التجاوزات، بده يصير منا كلنا. بس نتمنى يكون هلا صار عندنا مجال نخطئ يعني. لا ايوه تمام، كمان حريه الخطا ايوه انه يعني هي كثير مهمه. ما فيك تعمل يعني شيء بدون ما يعني بحس انا اليوم الحمد لله انه يعني الكرامه اولا وثانيا كمان اليوم كرامتنا الحمد لله استعدناها. فاليوم ما في شيء يخوف اليوم. يعني اليوم وقت بدك تشوف خطا انت قول هذا خطا. انا ما كتير بعني لي ترى الامانه انه مين بده يحكم سوريا. الشارع موجود الان عن جد والله، وصوتي موجود ترى. يعني اي طاغية جديد ترى ما راح تلكأ ولا دقيقة بانه يعني غسله ومشطه يعني تمام. هلا انا متفائل خير باللي موجودين والله، بغض النظر في ناس مثلا بتختلف معهم بطريقة عملهم طريقة، بس أنا متفائل خير والله. أنا يعني وبحس إنه يعني لأنه أنت أول مرة بتشوفي السوريين فرحانين لهالدرجة، بتحسي عن جد الشعب متحمس لإعادة بناء بلده بشكل مو طبيعي، من الصغير للكبير متعطش. أي متعطش لأي شيء تمام. اليوم آلاف ابن الكلب أبرنا أبر لك، ما خلى مبدعين، ما خلى منتجين، ما خلى صناعيين، ما خلى. عم تتفاجئي إنه داخل يعني لك تخيلي يعني هلا في مؤثرين يوتيوب عم يطلعوا كان يجيبهم كل يومين يجيبهم يعني يوتيوبرز تيك توكرز كله يجيبوا كل متدخلين بأتفه شغلات بالحياة الإنسان يعني تمام. ونسأل الله يعني هيك إنه رب العالمين يعني حتى بمناماتنا تماما إنه المخابرات عم تلحقني دائما أكيد باللاوعي، لأنه من كثر ما بيفكر بالموضوع الواحد المخابرات واصلة حتى للمنامات. تمام. طيب لما شفت لحظة تحرير حما لا شو صار فيك؟ عن جد مو طبيعي. انت مشكلة هي انا ما انا يعني خفت اتفائل لهي الدرجة عن جد والله.
إنه حماة تتحرر من أول جديد. يعني كنت مكتفي بحلب، عندي فرحة كان عظيمة تمام بحلب يعني تمام. بس كانت مشيئة الله إنه يتساقطوا يعني ضيعة. شو صار فيك أنت لما شفت إنه مش بس أنا بس مليار سوري نفس حالتي. لا عدنا اشتغلنا، لا عدنا نمنا، لا عدنا أكلنا، قاعدين على الأخبار، على التليفونات. والله إلى اليوم أنا يعني عندي شغل ولازم أقوم فيه بس للأسف عقلي واقف. أنا يعني والله صار لي فترة يعني عم حاول قدر الإمكان يعني أرجعها. بس يعني اليوم هيك نزلت في الله على الانستغرام إنه في مجال تعيدوا لنا شهر ديسمبر من أول جديد. عن جد والله بدنا نتهنى. كنا خايفين إنه ما تكمل للآخر. هلا صرنا مثل اللي بيرجع بشوف المسلسل هو بيعرف نهايته. أنا عارفة النهاية إنه يا ريت تعيدوا لنا إياها جديد. إنه يعني كان أعظم شهر عن جد يعني بحياتي. مع صار عنا كسوريين عنا مشروع، عنا أمل، عنا مستقبل. لكن لك وقفنا وصلنا لدرجة لك ما عن جد بلا وطن، ما عاد أبدا يعني. لا جوازات، لا هواية، ابتزاز بأدنى يعني. لك إذا بدك سجلي ابنك يعني، إذا بده يسجل ابنه الواحد بده يبتزه يعني. الدولة يعني تخيلي دولة بوليسية لدرجة يعني تخليكي حتى إنه يعني مجرد إنه تقولي ما عاد زور سوريا بحياتي، ما عادي عن جد يعني. وصلنا مرحلة إنه أوزا يعني ما زرت سوريا طيب شيء بيهوي يعني. فجأة رجعت لنا. شو فجأة بس رجعتنا لك حاسس، بتحسي شعور مواطنة لأول مرة. بتحسي إنه عندي بلد، واللي بده يحكي كلمة بدي شيء تمه إنه على بلدي. رئيس بيروح 1000 رئيس بيجي. مثلا اليوم يعني في بعض المتصيدين أكيد وما أكثرهم يعني تعال لك شو صاروا لك ويصير شو بده يصير. هذه بلد يعني هلأ بمخاض وصعب جدا وبدنا نطلع منه. يعني قلت أنا هلأ من كم يوم يعني كتبت إنه عن جد إنه سفينة الشعب بدها تبحر بسم الله مجريها ومرساها. بدها تبحر، أبحرت خلاص، ما عاد حدا يوقفها. اللي قدر يسقط هاي المنظومة اللي كانت قاعدة على رقابنا كلها سنين، واللي دفع دم مقابلها، ما عاد يوقفوا شيء. دم كتير. إيه ما عاد يوقفوا شيء عن جد، ما عاد يوقفوا شيء. شعب راح ينهض بإذن الله من أول جديد عن جد. شو أنشودتك المفضلة من أناشيدك؟ أكيد في وحدة هيك قريبة لقلبك أكتر. الناس كلها عندها اللي بتفضلها هي، بس أنت أي وحدة بتفضل؟ هلا أنا يلا أرحل يا بشار أكيد بحبها لأنه انتشرت هذا الانتشار بس يعني الأقرب أنا إنسان يعني أنا إنسان يعني شوي ساخر يعني تمام يعني بحاول مواقف الحياة دائما لكوميدية يعني هي إنه مشان الله خلوني أرحل يعني هي كتير يعني هيك حسيت يعني إنه شوي قريب كتير من الناس يعني تمام. سوريا بدها حرية لما كتير غالي عندي لأنه أول أنشودة بنشدها. تلاقي لي وحدة تغني لها هلأ بإطلاق صوتك؟ لا إطلاق صعب هون والله عادي. ليش؟ والله اللي بدك إياها، اللي أنت هيك يعني اللي أقرب لقلبك. مشكلة أنا ما بدي يعني أقول لك يعني إنه مثلا هلا الأقرب لقلبي حاليا اللي حاسة فعلا إنه هن بقول لك يعني إنه يا عيني ويا روحي والسوري إيه؟ شايف حاله غني لنا إياها يعني. ما بعرف إذا بس بدي صيحة ما في مشكلة. بح صوتك يلا. ويا عيني ويا روحي والسوري شايف حاله والشامي عيني ربه كل العالم بيحبوا لك وقت النخوة بيهبوا بيفتيك وروحه ماله. يا عيني ويا روحي والسوري شايف حاله والحمصي خفيف الدم وضحكه بينسيك الهم. لا همه لا ماله همه عايش ولا على باله. يا عيني ويا روحي والسوري شايف حاله لك والحموية كلن رسومة عنا خيار وفقوس شايل لي لك سيف وموس وماشي وشايف حاله. لك ارحل لحالك بالذوق وأحسن ما نجيبك من فوق ورفس من الحاضر والسوق وبكي يا أم وخاله.
ماهر هددنا بالبدلة لك بيحام اعمل لك فتلة لك والله لا تاكل قتلة ونربي جيل بحاله. بدي أشكرك كتير على ثقتك على أنك قبلت تجي وتحكي. يعني مضى 14 سنة يعني على الموضوع هذا خصوصا يعني وهلا اللي هي الفرحة هي عصواء. هلا أنا فرحان أنا عن جد يعني. هلا مثلا بعض الناس امبارح مثلا كنت بث على تيك توك فيطلع لي واحد ليش طلعت هلا؟ قلت له يا أخي حاسس عندي وطن هلا يا أخي بدي أطلع هلا وبكرة وبعد بكرة واللي بعده بدي أطلع كل يوم وكشي ما إجا عبالي بدي أقوله حر يا أخي. فلا إنسان حر صار عندي وطن ما حدا. أنا مثلا قبل والله العظيم إنه موضوع أحكي فيه ما عندي ما لا لأنه أنت اليوم نحن كشعوب يعني قضايا الوطن هي اللي تناقش. هي أكيد أنا ماني إنسان يعني إنه فاضي لدرجة يعني إنه تابع مثلا أخبار الفنان ولا المطرب ولا يعني ماني لهالدرجة أنا فاليوم إذا بدي أطلع أحكي مثلا على منصة أو أحكي بوطني ببلدي يعني ما كان عندي وطن ولا كان عندي أباتخيب كنت اليوم الحمد لله يعني كانت قلوبنا ميتة ما عندي شيء عن جد. إنسان يعني من غير وطن يعني شعور صعب. سوري حماد وزمجر